داري بقى داري. احب اللي بان واللي ما بانش. لفي بقى نفسك سيكه يا حبيبي، بس كده عشان ما يبان. اطلعش تخينه. لا رفعوني اهم حاجه. حيوية ايه، قوام ايه، حتى مشيتك مشيت وزة من الزغطة. بسم الله ما شاء الله، واقسم بالله ولا جاي عكسك ولا جاي احسدك، بس انا عايز اعرف صارفه كام ومكلفه النهارده على نفسك يا فنانه؟ قربي لي كده. النهارده الاوتفيت مش مكلفني قوي، يعني مثلا الدريس ممكن ايه 3. لسه 3 ومش قوي، مش قوي. امال لو قوي كام؟ لا عشان انا ما حضرتش بشكل كافي يعني للايفنت النهارده. والشعر ممكن مثلا قول مثلا 500 600. والمثلا صدقوا تأمني بالله الميك اب ممكن يخش في 1000. بس دي حاجات كده سريعه يعني ما كلفتش نفسي. 3 و1600 4600 مش قوي. امال لو قوي ايه بقى يا شيخ، ربنا يهد المفتري يا شيخ. يا خبر اسود، يا خبر اسود على الجبروت بتاع الستات. مكلف نفسك كام النهارده؟ ورب المعبود 60 جنيه ده واستشوار وحلاقه ومديله 10 جنيه تبس، اقسم بالله. ايه على نفسك قوي على فكره. والله والله العظيم زعلان. احنا بنهتم بنفسنا اكتر منكم بكتير. لطفي، استنى يا لطفي. وايه مميزات شخصيتي؟ شخصيتي ما هو مش هيشكر في نفسه الا ابليس هيبقى. لا لا اشكري ومالكيش دعوه. طب انت قول يا محمد، انت اذكر لي مين؟ الله اكبر، شايف روحك، خفة دمك وجمالك طيبة قلبك. الله يخليك. انت قطعة من الناس. كفايه يا استاذ سيد، انت عشان مش هتبقى كحه وبس. انا واكله كرومب وممكن ابهدلك جنبي. تقيمي جمالك بنسبة كام؟ لا الناس لسه مقيمة نفسها، انت تقيمها بنسبة كام في المية؟ انا جمال ايه، شكل ولا؟ كل حاجة. لا بصي الحمد لله انا بنت ذكيه طموحه جميله بعقلي. فاعتقد ده روحي حلوه هي بتطغى على شكلي. يعني 100%. 101 انا اديكي 100. لا مش هتكلم شكل خارجي الناس يشوفوا. لكن عم قولوا قيموا انتوا اكتبوا في الكومنتات. بس انا لا ما احبش اقيم الشكل الخارجي، لانه برضو مش هيحكموا عليا دلوقتي لو يشوفوني من غير ميك اب انا احلى بكتير والله العظيم. اخس عليك يا ببلاوي، في ايه؟ شفت تمساح؟ ايه ده؟ النهارده ملكة الجمال اللي يختاروها انها كيرفي ولا فلات ولا تخينه ولا رفيعة؟ ها؟ لا اقول لك من وجهة نظري، احنا مقاييس الجمال في مصر شوية اختلفت مؤخرا. بقت البنت الكيرفي هي الرول دي، يعني لا خلاص هي دي اللي بتبقى اجمل من البنت الفلات او اللي هي رفيعة او كده. بس انا بشوف والله ان كل بنت ليها جمالها، يعني سواء بقى رفيعة مليانة، لا هي كل هو ده المطلوب. جمالها والله العظيم. وخلي بالك في روح كده بتبقى مش حلوه، فتلاقيها مهما كانت جميله سبحان الله جماد يعني شايف انت لوحه تابلو، لكن البنت الحلوه تحس ان هي بتدخل روحها جميله يعني. بتعمل حضور طاغي وكاريزما في المكان زي طبعا. ايه الميزة اللي بتميزك عن باقي خلق الله؟ ايه الميزة؟ كل المميزات طبعا. زي ايه مثلا؟ بيشوفوني لحد ما جميلة. برضو طريقتي مع الناس متواضعة جدا جدا، يعني في ناس بتفتكري من شكلي ان انا ممكن اكون مش تنك وعهد الله ولا تنك ولا مغرور، دي جميلة. انا هبلة جدا. فلا الحمد لله بقى انا بركز والله على المحتوى. صدقني لو عايزه اعمل ترندات او عايزه تشهر البنات، يعني طريقها سوري معلش اسهل بكتير من اني انا مثلا اطلع يعني ارقص اعمل اي حاجه وهتشهر. لكن انا ما بطلعش اعمل كده، انا بحاول دايما ان انا امشي في اللاين الصح. الفيديو ده عجبكم اعملوا لايك واشتراك في القناة. اعملوا اشتراك في القناة ولايك. 100,000 لايك. 200,000 من شاني.